يا مساء الفل. اهلا اهلا بيكم. لو عايزين ناكل حاجه مسكره بقى ومش مكلفه وفي 5 دقايق واحنا واقفين على البوتاجاز كده هنعملها. تعالوا، هو كل الحاجات الحلوه قعدت اتجمعت 12 في الصوره الصينيه دي. شغاله حلوه كده. طعمها تحفه. قبل ما نبدا كده نقول كوس بسم الهند الله عشان ونصلي على بحب الرسول ازود عليه لا. الصلاه والسلام. يا ريت لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. بقلب في الفريزر كده لقيت ورقه جلاش مش سليمه كمان، يعني متاخد منها شويه. تمام كده، حلو قوي. تعالي بقى هنجيب طاسه، هنعملها على البوتاجاز من فوق. هنجيب طاسه كده او الجريل بتاعنا وهندهنه سمنه كويس قوي كده، معلقتين سمنه حلوين محترمين. وتعالوا ورقه الجلاش بتاعتي دي هاخد منها ورقتين ورقتين مع بعض، اهو كل اتنين مع بعض كده، واحط نصها في الطاسه ونصها لبره. تمام كده اهو. الصينيه دي مش هتاخد وقت خالص ومش مكلفه، وبصراحه صينيه عظمه، يعني لو دخل عليك الضيوف وعملتي دي في 5 دقايق كده منجزه وتحفه جدا. هنحط رقين رقين وندهنهم سمنة بالشكل ده. التاني بقى 2 رقين كمان مع بعض هنجيبهم على الناحية التانية اهو. اهم حاجة ندهن السمنة عشان تورق معانا كده وتبقى طعمها حلو. كوبايتين حليب بقى او كوباية حليب مع الوصفة دي خطيرة. تعالوا عندنا بقى الورقة، هناخد كده حوالي الصينية دي هتاخد حوالي 8 ورقات او 9. خلاص كده، من كل جنب نحط ورقتين مع بعض اهو. فاضل جنب بالشكل كده. كده تمام. تعالوا بقى لو عندي مكسرات ولا اي مكسرات احنا بنحبها نحط بقى في النص اهو. كده تمام زي الفل. تعالوا نحط ورقة في النص كمان علشان تبقى ايه، تتحمل الحشوة بتاعتها. عندي بقى مكسرات جوز الهند، زبيب، سوداني، اللي موجود هنحشيه. خلاص كده. عندي بقى سكر البودر، نحط 3 4 معالق في النص علشان احنا مش هنعمل لها آه شربات ولا اي حاجة نسقيها بيها، يعني هو السكر نزود معلقتين 3 كده بالشكل ده. انا طحنت شوية في المطحنة وهديها بقى 3 4 معالق سكر. ده بقى هيستوي مع السمنة كده، هيسيح مع السمنة على البوتاجاز، هيبقى طعمه حلو قوي، متكرمل وطعمه جميل. تعالوا بقى هنقفل بقى كده بالشكل ده وندهن سمنة. كل رق نحطه ندهنه سمنة بالشكل ده اهو. خلاص كده الاربع جوانب نقفلها بس كويس. وفي الاخر خالص كده خدنا من ورقة الجلاش يعني ما شاء الله 9 ورقات، مش اكتر من كده اهي. كده خلاص، وانا خدت لها ورقة في الاخر حطيتها كده علشان الشكل اللي في الاخر يكون حلو. تعالوا بقى على عين البوتاجاز من فوق، العين الكبيرة، ونوطيها خالص واضير بقى الطاسة كده واقفة ما سيبهاش خالص، لانها ما شاء الله مش هتاخد سوا زي ما اتفقنا بالظبط. حوالي 3 دقايق على كل جنب اهو. يعني ما سيبش الطاسه، اديرها كده وكده عشان من كل الجوانب تتحمر. ما شاء الله كده اتحمرت قوي من تحت. تعالوا بقى نقلبها ونجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق اهو. ما شاء الله على اللون الذهبي، تحفه. نظبطها بقى كده، نضغط عليها علشان كل الجوانب تنزل لتحت عشان تتحمر زي اللي فوق. تعالوا بقى نديها معلقه سمنه ولا حاجه في الجوانب واضغط عليها جامد عشان كلها من كل جنب تاخد اللون الحلو الذهبي ده. خلاص كده تمام. هبص عليها كده من تحت، انا عماله ادير فيها، ما نسيبهاش خالص ونروح في اي مكان ولا نقف على الحوض ولا حاجه، لانها بتحمر في ثانيه. زي ما قلت لكم ما بتاخدش 10 دقايق تحضير. خلاص هي كده اتحمرت من فوق ومن تحت وبقت زي الفل. عندي بقى كوبايه لبن كبيره، حوالي اقول ايه تلت كيلو كده مثلا، يعني اكتر من ربع كيلو شويه. هنزل عليها ب3 معالق سكر، وما زودش سكر قوي عشان احنا حاطين في قلبها سكر، وهنحط على الوش تاني سكر. فحطيت معلقتين 3 حسب الرغبة. نقلبهم كويس جدا وتعالوا بقى نسقي
الفطيرة بتاعتنا القمر دي اهو. اديها بقى اللبن، لبن دافي، اديها اللبن كله وهو متولع عليها، لان الطاسة لسه مولعة عليها بس النار هادية خالص خالص. اضغط بقى كده وادي الجوانب من كل ناحية كده زي الفل. تمام، احرك كده وكده علشان كلها تشرب الحليب. اغطي بقى عليها كده. تمام، هطفي بقى البوتاجاز خالص اهوت، يعني سبتها بالظبط دقيقتين وطفيت. رجعت تاني اللقطة دي ليه؟ كده خلاص هطفي عليها. بصوا بقى هي متولع عليها اللبن بيغلي في قلبها ازاي. طريت وبقت جميلة جميلة ودايبة في اللبن، خطيرة خطيرة بجد يا جماعة. اهو غطيتها بعد ما طفيت البوتاجاز، غطيتها وسبتها دقيقة واحدة طريت وشربت الحليب كده. تعالوا بقى نفضيها. اهي بقت بالشكل ده. وهي هتتاكل سخنة كده ما شاء الله، مش هتبرد. يعني من جمالها حاولوا تعملوا صينيتين تلاتة. خلاص كده اهي. تعالوا بقى نحط عليها مكسرات من على الوش كمان، لعشاق المكسرات وجوز الهند. تعالوا بقى معلقتين سكر بودرة وكده تحفة. مش عايزة حاجة تاني. تعالوا بقى نقطع كده وندوق في الاخر. لذيذة لذيذة وكمان خفيفة، يعني مش مسقية شربات، خفيفة بجد. طعمها حلو قوي قوي. وزي ما قلت لكم اللي يعمل صينيتين مش واحدة. علشان ما شاء الله من حلاوتها مش هتقضي. بصوا بقى الوش زي تحت، خطيرة. اتمنى فيديو النهاردة يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم.